السلام عليكم. تعالوا من النهاردة نعمل الطعمية المصري الرهيبة الحلوة جدا والهشة قوي بمكونات سهلة وبطريقة أسهل. يلا بينا، مش هطول عليكم ونعمل الطعمية الهشة الجميلة بسرعة. يلا بينا نبدأ المكونات. أول حاجة بيكون عندي فول مدشوش بالشكل ده، ويا ريت نجيب الحبة اللي هي تكون صغيرة كده، دي بتكون البلدي، دي بتكون ألطف كتير وأنجح كتير معايا في الطعمية. هنزل بكوبايتين من الكوب المعياري من الفول المدشوش بالشكل ده، وابدا طبعا اغسلهم كويس جدا جدا. بعد ما غسلته وصفيته كويس جدا جدا، هبدا بقى انزل عليه بميه مغليه. هسيبه قد ايه؟ هسيبه من ساعتين لثلاث ساعات، اكتر من كده مش هيفيدني في اي حاجه. المهم ان الفوله مده انها تتكسر معايا بكل سهوله، وهنشوف شكلها بعد المده اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي من ساعتين لثلاث ساعات. دلوقتي خلاص بعد ما عدى الوقت المطلوب، وزي ما احنا شايفين بصوا الفولايه نفشت ازاي وملت الطبق، الكوبايتين بقوا كتير ازاي. هنبدا بقى في الخطوه اللي بعد كده هيكون عندي حزمه صغيره مقدار زي ما انتم شايفين كده من الكرات، ومقدار الخضره ده حوالي 3 معالق كبار، انا مش عايزه خضره كتير. وكمان هيكون عندي بصلايه صغنونه كده، هبدا اقطعها تقطيع عشوائي، بس انا عايزاها صغيره، مش عايزه البصل يكون كتير خالص. بعد كده هجيب الكبه، وممكن خلاط عادي مفيش مشكله لو مش متاح عندك الكبه. وشطفت الفول تاني، وابدا بقى اصفيه من الميه بتاعته واضيفه كله في الكبه. هبدا بقى دلوقتي اضيف مقدار الثلاث معالق زي ما اتفقنا، يسيها بالمعلقه. وبرده بعد ما قطعت الكرات بالشكل ده اهو، لو باين في الكاميرا، برده مقدار 3 معالق، انا وريته لكم في الاول عشان اللي مش عارف شكله. والبصلايه الصغيره اللي انا برده وريتها لكم قد ايه هي صغيره، قطعتها تقطيع عشوائي كده. وحوالي 4 فصوص توم، بس انا كنت فرماه. دلوقتي بقى في المرحله دي انا جبت بالكوب المعياري اهو عشان اوريكم قد ايه، مش هنحط ميه كتير، واحط ربع كوبايه. دي حسيت ان عايزه تاني هزود برده بنفس الربع كوبايه. بصوا بقى ما شاء الله اساسا بدأ ريحتها تطلع ازاي. هبدأ انزل كل اللي في الجوانب كده بالشكل ده، واحط له ربع كوبايه ميه كمان، انا حاسه انا عايزه ربع كوبايه كمان. ونشغل. اهم حاجه من كل حين لاخر كده ابدا بالسباتولا بتاعتي وانزل كل الجوانب بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وفي المرحله دي هضيف معلقه صغيره من الكزبره الناشفه طبعا زي ما احنا شايفين. وده بقى بعد الضرب الفظيع اللي قعدنا نضرب فيها. بس اهم حاجه انا حطيت مقدار الميه اللي احنا شفناه مع بعض في الفيديو. اهم حاجه كل شويه اروح منزله بالسباتولا كل الجوانب بالطريقه دي لحد ما عندي الشكل القمر ده. يلا بقى بعد كده على الخطوه المهمه. بعد كده بجيب طبق واجيب مصفى بالمنظر ده وانزل فيها كل المقدار بالشكل ده بمنتهى السهوله. هعمل ايه كمان في الخطوه دي؟ هرش رشه من الملح، هرش رشه كده من الملح واقلبها كويس، واقول لها بقى هاتي ما عندك من المياه. تبدا بقى تنزل كل الميه بالشكل ده. اظن مفيش اسهل من كده. بصوا بقى ما عداش لسه 5 دقايق، وبصوا نزلت ميه قد ايه. شايفين المقدار ده؟ دي كلها ميه نازله منها. ولما زودت الملح كمان طبعا بتروح منزله ميه اكتر. المهم اهم حاجه لحد ما تتصفى خالص بالشكل ده. بصوا الشكل هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. يلا بينا بقى بعد كده نشوف هنعمل ايه. اجي بعد كده قبل ما اجهزها للتحمير هبدا بقى ارش رشه كده من الفلفل الاسود، رشه من الكمون. التوابل بقى انت بتحبيها فيها وبتحبي الطعم. وباقي المقدار من غير ما احط فيه اي توابل هنكيسه كده بالمنظر ده وعلى الفريزر على طول. وخلاص طلعت. وخلاص بعد ما حمرتها، ومعلش حقكم عليا الفيديو فصل، بنرش عليها رشه نص معلقه من البيكنج باودر. بصوا النفشه عامله ازاي، وعملت جنبها بقى بطاطس ما اقولكوش. تعالوا بقى نشوفها من جوه. بصوا الجمال، بصوا القمر، فظيعه حلوه حلوه جدا. لاول مره تشوفوني ما تنسونيش سبسكرايب، ويا رب اكون قدرت افيدكم، والسلام عليكم.